البانيه يعني مصايف، والمصايف يعني بانيه. مفيش احسن من الاكله دي بجد. والطريقه اللي هقول لكم بيها النهارده تعملوا بيها البانيه طريقه مميزه جدا بجد. طريقتها حلوه وسهله وفي نفس الوقت شبه كنتاكي كتير، فالاولاد هيحبوها، ومقرمشه كمان. بجد طريقتها حلوه قوي. بس من فضلكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي اللايك اول ما تدخلوا. معايا نص كيلو من البانيه، بيكون متقطع شرايح، ولا كبيره ولا صغيره. تمام. ده كيس من البيكنج باودر، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. التوابل اللي معايا مفيش اسهل منها واكيد موجوده في كل بيت. معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البصل البودر، نص معلقه من الكركم، نص معلقه من البهارات الفراخ. معايا واحدة حبهان وثلاثة من اللوري او 2، ومعايا فلفل اسود وكزبرة وملح، الاتنين دول معالق صغيرة. الملح نص معلقة فقط عشان فيه هنا مكعب. معايا معلقة كبيرة من البابريكا، ومعايا نص معلقة من الكمون، ممكن ما تحطيهاش. معايا مكعب مرقة الدجاج قلت لكم عليه، فما تنسوش يعني ان الملح والمرقة الدجاج الاتنين حادقين، فتظبطوا الملح يعني. تمام. ده نص كيلو من البانيه متقطع كده تقطيعه لطيفه، ويكون اللي جايبها لك كده لما تكوني يعني جايباها من عند الشخص اللي هتشتريه من عنده، خليه يقطعها لك كويسه، ولا تخينه ولا رفيعه. تمام. ده معايا شويه من اللبن، قولي مثلا كوبايه من اللبن حسب الكميه اللي هتعملي بيها. لو نص كيلو كفايه عليه كوبايه واحده من اللبن. هحط باذن الله كل المكونات التوابل اللي موجوده عندي. الحبانه هتلاقيها هفتحها ان شاء الله بس في الاخر يعني. هنزل كده بالتوابل بتاعتي كلها، واحط المكعب مرقه الدجاج، وهحط كمان الحبهان اللي احنا قلنا عليها. تمام. قلبيها بقى كويس. هنحطها في التلاجة التتبيلة دي بعد ما نحط فيها الفراخ حوالي 2 ل3 ساعات. افضل حاجة، لان كده الفراخ بتتشبع قوي من الخلطة وبتشربها كده حاجة يعني بتبقى جميلة جدا بجد. يعني جربوها بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي. على فكرة عادة انا بعمله بالزبادي، لكن المرة دي عملته باللبن، والطريقة فعلا احسن كتير جدا جدا من الزبادي. يعني لو هتعملي فراخ حتى اعمليها باللبن، مش لو هتعملي فراخ مشويه وهتعايزه تنقعيها انقعيها في لبن. حطوا معلقتين من الخل، تقريبا هي اتشالت في المونتاج، بس حطي معلقتين من الخل يكونوا كبار برضو في الوصفه دي، في الخلطه يعني. دخليها بقى التلاجة، قعديها زي ما قلت لكم من 2 ل3 ساعات. معايا نفس البهارات اللي انا خدتها وقلت لكم عليها، وانا هكتبها لكم باذن الله. نفس البهارات بنفس الحجم بنفس كل حاجه. تمام. على كوبايتين من الدقيق ونص كوبايه من النشا، قلبيهم كويس. كوبايتين من الدقيق ونص كوبايه من النشا، قلبيهم كويس جدا جدا. انا حسيت ان هي محتاجه شويه ملح، فحطيت لها شويه ملح. الطريقه دي سهله جدا، وفي نفس الوقت شبه كنتاكي كتير جدا، فبتديكي نفس الشكل ونفس الطعم التحفه، فكانك بتاكلي كنتاكي مش بتاكلي بانيه عادي. حطيتها طبعا، هي بيبقى فيها لبن، انا مش حاطه بيض خالص طبعا. وبعد كده نزلت بيها في الدقيق والنشا، وبعد كده رجعت تاني حطيتها في اللبن، ورجعت حطيتها في الدقيق والنشا عشان تعملي كفر كده حلو ومقرمش. قلبتها على نار هاديه لمده يعني حسب ما ايه اللون اللي انت عايزاه، انت عارفه البانيه يعني، واللون اللي انت عايزاه. بس كده. وطلعتها يكون في زيت غزير، اهم حاجه يكون في زيت غزير عشان تديكي شكل الكنتاكي. لو مش زيت غزير مش هتديكي شكل الكنتاكي ابدا. شايفين الجمال؟ بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله.